القصة دي حصلت في الإسماعيلية، وبالتحديد في منطقة اسمها الأنطرة في سنة 2008، وبتحكي عن جريمة حقيقية حصلت هزت المنطقة دي كلها. كان في ست اسمها أم وليد، ست مهتمية جدا بابنها وعايزة تطمن عليه. ووليد كان شاب محترم، معروف بين الناس والجيران بأدبه وأخلاقه. حياته كلها ما بين البيت والشغل، ملهوش في أي حاجة غلط. حتى القهوة ما كانش بيروح يقعد عليها. وليد كان راجل هادي وصبور، واللي عملوه فيه بعدين هنعرفه دلوقتي محدش كان يتوقعه. الجاني في القصة مش بس اتجبر، لا ده اتحدى كل حاجة وعارف ازاي يوصل لهدفه. أم وليد قررت تجوز ابنها، واختارت له واحدة من معرفتها اسمها رندا. أهل العروسة وافقوا بسرعة، لأن وليد كان شاب محترم وأي بنت أو أي أهل عروسة يوافقوا عليه. بس رندا ما كانتش مرتاحة، كانت عايزة قبل الجواز تعيش قصة حب، تتعرف عليه وتقعد تتكلم معاه وتخرج معاه وكده. لكن وليد كان عملي جدا ودخل البيت من بابه، جواز صالونات يعني. رغم اختلاف وجهات النظر، في الآخر أهل رندا أقنعوها واتجوزوا فعلا. بعد الجواز رندا اكتشفت إن وليد عنده ضعف جنسي، وده كان عامل ضغط نفسي عليها. حكت الكلام ده لأهلها وقالت لهم كل حاجة، وقالت إنها مش مبسوطة. أهلها قالوا لها ده إنسان محترم، ولو اتطلقتي منه مش هتلاقي زيه تاني، فارضي بنصيبك وقعدي ساكتة. رندا ما اقتنعتش بكلامهم، وبدأت تخطط إنها تخلي وليد هو اللي يطلقها بدل ما تطلب الطلاق. أول خطوة كانت التنمر عليه بسخرية من حالته، سواء بينه وبينها أو قدام العيلة. وليد ما كانش بيرد عليه وخد الموضوع ببرود أعصاب. بس بعد 5 سنين جواز ربنا رزقهم بثلاث أطفال. رندا لسه مش حابة وليد، ووليد مش عايز يطلق علشان الأولاد. وبعد شوية رندا عملت مشكلة كبيرة وسابت البيت وراحت عند أهلها لمدة 8 شهور كاملين. وهناك اتعرفت على شاب اسمه سيد، وده عنده 25 سنة، كان ساكن قريب منهم. الكلام بدأ عادي، لكن بسرعة اتطورت العلاقة لصداقة، وسيد عرف مشكلتها مع وليد وده خلاه يدخل حياتها أكتر. رندا شافت في سيد فارس أحلامها رغم إنها أكبر منه ب5 سنين. وخلال الفترة دي وليد كان بيحاول يصلح الأمور ما بينه وبين مراته رندا. ورندا كانت عايزة أكتر من الكلام، كانت عايزة تعيش براحتها مع سيد. الفكرة اللي جت في دماغ رندا وقتها كانت فكرة شيطانية تخلي وليد هو اللي ينتهي. اتفقت هي وسيد إن رندا ترجع بيت جوزها، ووليد يكون طول النهار في الشغل، وسيد يبقى يروح لرندا البيت طول النهار براحته. وعلشان يكونوا في أمان رندا طلبت من وليد يجيب شقة بره البيت، بره بيت العيلة. وفعلا اشترى شقة جديدة بره بيت العيلة، وعلشان رندا كده تاخد راحتها أكتر. ولما وليد يروح الشغل سيد يبقى يجي البيت ويقضي وقته مع رندا. ولكن التلات أطفال كانوا فاكرين سيد ده قريب أمهم، كل حاجة محسوبة بالظبط. وليد كان فرحان إن مراته رجعت، وما كانش يعرف إيه اللي بيحصل ورا ظهره. وفي يوم رندا خدعت وليد وطلبت منه يخرج يتسوق، وطلبت منه يشتري كشري، وفي نفس الوقت لما جاب الأكل حطت له السم في الكشري. وليد حس بألم شديد في بطنه ووقع على الأرض، ولكن تم إنقاذه من التسمم الغذائي قبل ما يحصل له أي مكروه. رغم الفرص اللي ربنا اداها له، رندا ما بطلتش خطتها
وحاولت تسممه تاني بالمبيد الحشري في الشاي. بعد العشاء وليد تاني اتنقص في اللحظة الأخيرة بعد تدخل الإسعاف، لكن رندا كانت مصممة على هدفها، تتخلص منه بأي طريقة. بعد ما فشلت محاولات التسمم، رندا وسيد بدأوا يدرسوا كل حركة لوليد، يعرفوا مواعيده، أماكن شغله، وحتى أصغر تفاصيل، كل حاجة عنه يعني حياته اليومية. والولاد بقيوا جزء من الخطة بطريقة غير مباشرة. رندا كانت عارفة إن ولادها هيخلوا وليد مرتاح نفسيا ويستسلم، وده بيخلي تنفيذ أي خطة أسهل. رندا وسيد بدأوا يخلقوا مشاكل وصراعات صغيرة ما بين وليد وأهله، كأنها أشجار عادي، بس في الحقيقة كانت اختبارات لمدى صبره وتقديره ليها. كل مرة رندا كانت تحاول تسممه أو تحط له أي خطر أو أي مكروه، أي حاجة تعملها له، وليد كان ينجو منها بشبه معجزة. وده كان بيخليها تصمم على تنفيذ خطة أكبر وأخطر. ما كانش تتعظ وتقول لا خلاص أنا كده هبطل، لا. وفي اليوم التنفيذي النهائي وليد خرج يجيب حاجات للبيت، الكلام ده كان بالليل بعد الشغل، وسيد استنى في المكان اللي متفقين عليه، يجهز كل الأدوات المستخدمة اللي هو هيستخدمها في اللي هيعمله. وليد حاول يدافع عن نفسه، لكن الهجوم كان محسوب ومتخطط له من البداية. الطعنات كانت سريعة وعددها كبير، ولسه وليد يحاول يتنفس ويقاوم، لكن القوة كانت كبيرة والصدمة في مراته كانت أكبر. رندا في الوقت ده كانت جوه البيت بتمثل البراء، قاعدة مع العيال وبتحضر العشاء وكأن ولا أي شيء حصل. أولادها كانوا شايفين سيد خالهم، محدش شاف أي حاجة غريبة، لأنه كان على طول بيجي عندهم البيت وخلاص، وفهمت العيال إن ده زي خالهم. وده كان جزء من الخطة المحكمة اللي رندا وسيد عاملينها. بعد ما انتهى سيد من التنفيذ، رمى جثمان وليد في ترعة في الصرف الصحي، ورجع لرندا يطمنها باللي حصل. رد فعل رندا كان بارد، وكأن الحياة ماشية طبيعي، وكأن ولا أي حاجة حصلت. بعد يومين الجثمان ظهر على وش المية، والشرطة وصلت بسرعة ونقلوا الجثمان للطب الشرعي. رغم إن المية شوهت ملامح الجثمان، الطب الشرعي قدر يستدل على شخصيته ويحدد سبب الوفاة. عدد الطعنات الكبير طبعا كان واضح انه يعني الدافع بتاعها ده كره او انتقام، مش مجرد حادثة عادية يعني. والشرطة راحت لبيت وليد تبلغ اهله بالخبر، ورندا كانت ممثلة بارعة، اغمى عليها اول ما سمعت الخبر، وقعت على الارض وعملت نفسها خلاص بقى مسرقة ومش قادرة تستحمل الخبر. يعني كل تصرفات كانت محسوبة عناية. التحقيقات بدأت تركز على رندا وسيد، خصوصا بعد ما ظهر ان سيد محمد اللي رندا قالت ان صديق وليد ده مش موجود اساسا. ده خلى الشرطة تبدأ تربط ما بين رندا وسيد، ويشوفوا ان في تخطيط مسبق للجريمة. بعد التحقيق المكثف، سيد اتقبض عليه وتحقق معاه 3 أيام كاملين، وكل يوم كانوا بيزودوا عليه الضغط، لغاية في اليوم الثالث المحققين قالوا له إن رندا اعترفت عليه وإن هو الوحيد المتهم، وده خلاه يعترف بكل حاجة، خاف على نفسه. رندا بعد اعتراف سيد ما قدرتش تنكر، وتم إحالتهم للمحكمة اللي حكمت عليهم هما الاتنين بالإعدام. المحكمة قالت إن رندا وسيد خططوا وبغرض الانتقام والخيانة، وده جعل رندا تتصدر قائمة أحقر زوجة في مصر، لأنها ما دمرتش حياة وليد بس، لكن دمرت كمان أولادها وسمعتها وبيت العيلة كله. القصة دي علمتنا حاجات كتير. مفيش جريمة كاملة مهما كانت متخطط ليها بعناية، الحقيقة في النهاية بتظهر.
الخيانة والعنف داخل الأسر بيكون ليه عواقب مأساوية على الكل، حتى على ولادك اللي بيكونوا أكتر المتأثرين. الحب الحقيقي والصبر ممكن يكونوا حماية، لكن مش معناه إنك تتحمل كل شيء من شخص غير مستحق. ربنا يرحم وليد ويصبر أهله، والدروس هنا واضحة لكل حد بيتابع القصة. الخيانة والشر عمرهم ما كان ليهم نهاية سعيدة، العواقب دايما بتظهر في الآخر. وبكده نقول لحضراتكم إن قصتنا انتهت، بس الصندوق الأسود لسه فيه حكاوي كتير وقواضي. أشوفكم على خير. سلام.